هذوك الناس اللي جاو عندك البارح بغيت نعرف جاو البنات الولد معاهم جاو اللي من باغيين يخدموا التصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا. غير هذاك الشغل وقفوا ما تكملوش. احنا نعطوك سيدي الفلوس اللي عطاك هما نزيدوك حنايا هذيك الخدمه وقفها باش ما يتاداش هذاك السيد. السلام عليكم. فيديو جديد. الفيديو اليوم واحد القصه اللي كلشي كيهضر عليها، القصه ديال هاد الجوج اللي هو الارتيست ومروه لوط. القضيه الله اعلم كيقولوا فيها الشعوذه والسحر. الناس اللي ما عارفينش غيسالوا اش من علاقه عند هادوما بالشعوذه والسحر. ندير لكم القصه باختصار. هذا هو الارتيست مغربي فرنسي كيغني اغاني فرنسيه، هو مغربي وكيعيش في فرنسا، اغاني ديالو مشهورين بزاف. هاد البنت اللي هي مروه حتى هي كتعيش في فرنسا ولكن مغربيه، والاغاني ديالها هما عييت من دور بيتك غير انتيا ما عنديش مال امور نبغي والديا. القصه بدات في 2017. الارتيست شاف هاد البنت اللي هي مروه وعجباتو، بغى يسين معاها في الشركه ديالو، لان نتوما كتعرفوا الناس اللي كيغنيو ويكون عندهم شركات كيكونوا عندهم فرقه، ولكن من سنت معاهم زادت شهرات ورجعت معروفه، نجحت معاهم وزادت الشهره ديالها. بعض المرات كتبقى خدامه في استوديو في الساعه اللي كان خاصو الاستوديو يكون مشدود، مثلا الاستوديو كيشد مع 12 هي كتبقى من فوق 12 خدامه في الاستوديو، وكان مره كيبقى معها الارتيست. هنا المره ديال الارتيست غتبرزط وتقول مع راسها كيفاش الخدمه سالت والاستوديو شد، ولكن السيده باقا تما ومعها الارتيست. المره ديال الارتيست عمرها تلاقات مع مروه لانها كانت حامله، ومني ولدات وتلاقاو قالت المره ديال الارتيست باللي ان مروه ما كانش عندها معاه، مروه ما كانتش كتحمل المره ديال الارتيست. بما انك كتفرج فيا، الا كنتي ما دارش ابوني في يوتيوب دير ابوني، خلي شي لايك وبارطاجي الفيديو مع العشرين ديالك. الا كنتي كتفرج في فيسبوك دير متابعه. خليونا نكمل. واحد النهار كان الارتيست والفرقه ديالو مجموعين معاه المراه ديالو، جات المروه لعندهم من فرنسا، من تلاقاتهم سلمت عليهم كاملين وخلات المراه ديال الارتيست ما سلمتش عليه. ثم الارتيست تعصب وكعى لان هذا ماشي بلان تسلم على الناس كاملين وتخلي المراه ديالو، اذا تما شي حاجه. والارتيست وقعوا له مشاكل مع التيم ديالو بسبب هذا الشيء، والغى جميع الحفلات اللي كانوا عنده في المغرب وخسروا فيهم بزاف ديال الفلوس. انا المره ديال الارتيست ما عجبهاش الحال طبعا، لان هاد السيده ديجا كانت منكريه منا، كتشوفها كتبقى مع الراجل ديالها بوحدها في استوديو، ومني جا الوقت وتلاقاتها ما سلماتش عليه. علينا داز الوقت وتصالحوا. التيم ديال الارتيست كامل تجمعوا، عملوا واحد الميتينغ وتصالحوا. المراه ديال الارتيست وصحابه الشركاء ديالو ومروه تصالحوا ورجعوا عاديين. المراه ديال الارتيست كتهضر مع مروه بحال حتى شي حاجه ما كاينه. واحد النهار تجمعوا التيم كامل وسافروا، قالوا غنديروا واحد المسافره فين غنمشيو لامستردام، ضربوا دويره تما تساروا مزيان، دخلوا يتسخروا. اللي كانوا ماشيين تلاقاو في السانسور هابطين المراه ديال الارتيست ومروه طلبات من المراه ديال الارتيست نديروا شي تصويره. واخا المراه ديال الارتيست جات لها هذا الطلب غريب ولكن وافقت، قالت لها ماشي مشكل نتصوروا. ملي كانوا كيتصوروا المراه ديال الارتيست لاحظت باللي مروه كتركز عليها، مروه كانت كتركز على المراه ديال الارتيست بزاف، كتبعد منها باش تكادريها بوحدها. المراه ديال الارتيست بقات مرونه وشاكه، كتقول هذا البلان ماشي عادي، لان شافت مروه اللي كانوا كيتسالوا في امستردام دابا ساعه كنمشي يتطرف ويهضر في التليفون بوحدها. قالت هنا كاينه شي حاجه. المراه ديال الارتيست ما كانتش من العاجزين، جات المغرب مشات عند واحد لاجونس، واحد الوكاله فيها محقق خاص، محققين بريفي. وهذه الوكاله انا اول مره غنعرفهم باللي كاينين في المغرب، كيكون عندهم محقق بريفي كيحقق لك في شي قضيه وكيجيب لك معلومات. هذا المحقق الخدمه ديالو هو غيتبع مروه. ديك الساعه كانت مروه في المغرب، المحقق غيتبع لمده سيمانه وكيتبعها وكيصورها وكيصيفط التصاور ديالها لمرات الارتيست فين مشات وفين مشات. وفي الاخير هذا المحقق غيتفاجأ باللي انها كنمشي عند واحد الساحر المشعوذ، وهذا الساحر وهذا المشعوذ المحقق كيعرفوا مزيان وكيعرفوا شنو ساوي. والمحقق وصل لنتيجه ان مروه ماشي بوحدها اللي كان كيمشي عند المشعوذ، هي واحد السيد كاين في الفرقه ديال الارتيست. وهذا المحقق بحث وجاب النمره ديال المشعوذ واتصل به، قال له باللي ان شي ناس جاو عندك على اساس شنو بغاو يديروا. هو قال له شنو كاين، قال له شنو بغاو يديروا ولقاه عارف الاسم ديال الارتيست والام ديالو. والمراه ديال الارتيست كتقول حتى واحد ما عارف الاسم ديالو لانه معروف بالاسم ديالو الفني، كل يكون عارف الاسم ديالو من غير الناس اللي خدامين معاه. وهذا الشيء كامل مسجل. الى جبرت التسجيلات باقين في اليوتيوب او في فيسبوك انا غنحطهم لكم باش تسمعوا ديك المحقق ملي كان كيهضر مع المشعوذ. وعليكم السلام سي محجوب لاباس؟ بخير اخي هاني خويا بخير. نشوف غادي نهضر معك وتعرفني انا ياك الثقه التامه، عارفني من اديك حتى بشي حاجه. تفضل. هذوك الناس اللي جاو عندك البارح بغيت نعرف الناس اللي جاو كيهضروا بالفرنساويه اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك وي. واش جاو البنات والولد ولا جات غير البنات بوحدهم ولا جا الولد بوحده ولا شكون اللي جا؟ جاو البنات والولد معاهم. ولي من على اساس جاو اللي من باغيين يخدموا
كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا المهم صور خديرهم ومشى. والسميه اللي من باغيين يخدموا يوسف اش ولد من يوسف؟ فاطمه. يوسف ما سمعتكش ولد من؟ فاطمه. والتصاور باقيين عندك؟ انت كتعرف هاد الحوايج ولو يكونوا عندي. لا واش باقيين عندك؟ لا شوف ما كان شي حاجه نخلصوها. لا والله ما اسمع غير اسمح لي خليني نهضر معاك. شوف اللهم صل على سيدنا محمد. الله يرضى عليك. شوف اذا عطيتك شي حوايج ماشي ديالك حاول تعطيني شي حوايج ديالي. وغير شوفني نقول لك والله ما تاديك حاجه على حسابي انا. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. عطيتك شي حاجه ماشي ديالك اعطيني شي حاجه ديالي صافي وفهمني. الله يعطيك الله فهمني. لا دابا شوف كامل اسمعني انا سائل دابا اللي داك الشيء اللي غنفعك به ما كاينش عندي. تصاور اللي هما عندي راه مداوه البارح. المهم شغالهم مداوه باش غنفعك دابا. الهضره هي كنقولها. ولكن شوف الله يرحم لك الوالدين غير هذاك الشغل وقفوا ما تكملوش. احنا نعطوك سيدي الفلوس اللي عطاوك هما نزيدوك حنايا. هذيك الخدمه وقفها باش ما يتاداش هذاك السيد. ولكن الشخص المعني بالامر خصو ضروري يحضر. لا ولا خاصك تعرف المعني بالامر. هذا السيد هذاك السيد اللي خدام عليه راه ما كيعنيها والو. السيد راه مزوج راه بولادو وباغا تاخذ السيد على مراته. راه مزوج وبولادو وباغا تاخذو على مراته. صاحبي السيد راه مزوج وعنده مراته وباغا تشدو على مراته. المهم يكون خير ان شاء الله. الله يجازيك بخير. لا تعمل محتاج شي حاجه نجيبوها ما كاينش مشكل. المهم اتصل بعدنا. يلا امتى نشوفك؟ امتى نهضر معك؟ غدا ان شاء الله. السلام عليكم. المره ديال الارتيست شافت القضيه بدات كتكبر وقالت ما بقى ما يتخبى. مشات عند الارتيست وقالت له شنو كاين. الارتيست اتصل بالمحقق قال له خصك توري لي هذا المشاهد فين كاين باش يمشي يشوفوا التصاور ديالو وداك الشيء. ولكن المحقق انكر قال هذا الشيء كامل ما كاين منه والو. انا كنت غنطلع عليكم وكان خصني ندبر على راسي. ولكن الارتيست قال له عرض عليه 10 المليون. قال له الا كان ممكن هاك 10 المليون وصلنا راه عند المشاهد. ولكن كما كنقول لكم المحقق رفض وقال له انا ما عرف والو كنت غنطلع عليكم. ولكن القضيه فيها ان المحقق وقيل خاف على راسه لهذا انكر. مع المده جا الارتيست للمغرب مشى عند هذه الوكاله اللي مكلفه بهذا الشيء. قال لهم بغيتكم توصلوني عند هذا المشاهد مقابل 10 المليون غوصلوني عند المشاهد. ولكن الارتيست عطاهم 5000 درهم في الاول باش يقضيو له الغرض. وملي الوكاله قلبت على ذاك المشاهد لقاتهم ما بقالوش الاثر هنايا غبر فين مشى الله اعلم. الارتيست كيعرف واحد الهاكر قالوا القضيه قال له شنو خصني عطاه النوامر لهاد الناس اللي خصهم يتبعوا يعرفوا فين كاينين مثلا مروه والشركاء ديالو. ولكن ديك الهاكر بدا كيقلب وجبر باللي فعلا ديك المشاهد مشى لمصر هرب لمصر. مني زاد قلب جبر كاين واحد الجروب مصري خاص بالمشعوذين والسحره ولقى بعض النوامر تما. النمره ديال مروه النمره ديال الشريك ديالو النمره ديال ديك المشعوذ. ولقى حتى تصاور ديال الارتيست والتصاور ديال المراه ديال الارتيست. يعني اذا القضيه كانت مخدومه كانوا كيديروا الشعوذه في ديك الجروب كيخصو شي حاجه كيقدوها في ديك الجروب. وزاد لقى حتى النمره ديال اختها ديال مروه حتى هي مداخله معاهم في ديك الجروب. خلاصه من هادشي كامل الله اعلم واش هادشي كاين صحيح او ماشي صحيح. والناس زعما عايشين في فرنسا وكيقولوا حنا واعيين وكذا وكذا. ولكن ما جاي من فرنسا حتى المغرب باش يسحروا لواحد اخر. هادشي كامل انا ما جبتوش من راسي. مشيت تفرجت في واحد اليوتيوبر اللي سميتو نابل فليكس كيعاود القصه والاحداث. ولكن انا تفرج غير في البارتيه الاولى باقي غينزل بارتيات اخرين. هادشي كامل صنتو من عند العائله ديال الارتيست. اي واحد لقيتوه كيعاود الاحداث ديال مروه والارتيست غتجبروا هادشي بالحرف لاننا كاملين بينا تفرجنا في نفس السيد. وعنده دوكيمونتير ديالو بالفرنسي وانا مشيت قلبت وبديت كنقل منه وجيت نقول لكم شنو كاين بالدارجه. وكيقولوا الله اعلم على واحد النهار مروه كانت هابطه من واحد الجبل دايره واحد الفلوق. ديك الايامات اللي كانت مروه هابطه من ديك الجبل تزامنات مع واحد الطفله كانت خطفات جبروها في واحد الجبل. وديك الطفله كانت زهريه وكيستعملوها السحره الاعمال ديالو. هنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. غنقول لكم العلم لله. حنا غير كنوصل لكم الفكره كما جبرناها كنوصل لكم بالطريقه ديالنا. كنتمنى الا كنتي ما ابونيش تابونا في القناه او تبعني على فيسبوك وخلي معك شي جيم وشي كومونتير وبارطاجي الفيديو مع اصحابك. الله في راسكم.